إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة هل تسقط الجمعة بصلاة العيد أم لا؟ معتمد مذهب الإمام مالك أن الجمعة لا تسقط بصلاة العيد، لأن الجمعة واجبة فرض والعيد سنة، والواجب لا يسقط بالسنة، وهذا مذهب الأحناف أيضا، وهذا هو المذهب الأقرب للصحة. إذا أراد الإنسان الترجيح والجمع بين الأدلة هذا هو المذهب الذي يطمئن له القلب، هو مذهب الإمام مالك، لأنه الإنسان الذي صلى صلاة العيد يصلي حتى الجمعة ولا تسقط عليه. مذهب الشافعية قالوا أنه اللي صلى صلاة العيد يصليها ظهرا، خاصة أصحاب البوادي واللي عندهم شغل، خاصة عيد الأضحى فيه شغل في الأضحية وتعب. مذهب الإمام أحمد قال إنما تجب على الإمام اللي صلى بالناس صلاة العيد يجي ويصلي الجمعة، المأمومين مخيرين، بغاو يجيو بغاو ما يجيوش. وأقرب مذهب للصحة، كاين أقوال أخرى لكن بعيدة عن الصحة، كاين اللي قالوا حتى الظهر يسقط خلاص به بالجمعة، وهذا كلام يعني لا يصح، لأنه الفريضة تقعد لازم تصليها ظهرا ولا جمعة. الإنسان أقرب مذهب كما قلنا هو مذهب الإمام مالك. الإنسان إذا اجتهد بينه وبين نفسه، أخذ قول مثلا الإمام أحمد أنه مخير، لا بأس أن يجتهد بينه وبين نفسه، لكن لا يرغم الناس ولا يشوش على الناس ولا يكثر الكلام في هذه المسألة.